الحمد لله. بعض الناس في رمضان يتهاون في الصلاة، ودي مشكلة كبيرة حقيقة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. تكاسلا، والله حتى نايم، والله خلينا بعد أصلي بعد شوية، وإذا بها يلقى الفرض فاته، يدخل الظهر مع العصر، المغرب مع العشاء. ده محرم، ما يجوز. أما الذي يترك الصلاة بالكلية ما عنده صيام، عمله لا يقبل على القول الراجح. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فمن هنا حافظوا على الصلاة في كل زمان وفي كل مكان وفي جميع الشهور، لكن يتأكد في رمضان، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الرجال يحافظوا على الصلاة وفي جماعة، والنساء يحافظن على الصلاة والوحدة أفضل لها في بيتها. بعد ذلك دي أحكام تانية، صلت في المسجد عندها شروط، لكن الرجال هو المطالبين بأنه يصلوا في جماعة ما لم يكن في عذر. فما يجوز يا أخي تتخلف عن صلاة الجماعة، دي أحوال المنافقين، نسأل الله العافية والسلامة. وما تتشاغل. رمضان ما شهر كسل ولا حتى نوم، شهر عبادة واجتهاد وتنافس ومسارعة في الخيرات ومسابرة. فمن هنا يا عبد الله الصلاة ثم الصلاة ثم الصلاة. وعندنا بعض العادات في السودان، وعادات حقيقة جميلة جدا من شيم الكرماء، وهم أهل كرم بفضل الله وأهل فضل على السودان، وإن كان الدول المسلمة الحمد لله كلها فيها خير كبير وعندهم شيء من الكرم ومن الجود، لكن في دي بالذات الشيء ده ما في دولة بتفوتنا فيه، اللي هو يا اخواننا الافطارات الجماعيه في رمضان، او على الطرقات، او باعتبارها قدام البيوت. واحد يقول لك مكان الضرة، ودي يا اخواننا يشتهروا بها للسودان، يقفلوا الشوارع ولحد ما الناس تاكل، اكرام الضيف وشيء معروفه يعني. نسال الله ربنا سبحانه وتعالى يزيد ويبارك ان شاء الله، ويصب على اهل السودان الخير صبا صبا، ولا يجعل عيشهم كدا كدا، وأن يحفظ لهم أمنا إن شاء الله ويزيدنا في الخير بإذن الله. التنبيه المهم جدا إنه الناس لما يصلوا في الضرة، أول يأكلوا في الضرة هنا قبلهم فطور حقهم، بيقوموا طوالي يقول لك اعمل لنا جماعة قبلنا ونصلي قبلنا. والمساجد، طيب المساجد ربما يكون عدد كبير من الناس يتخلف عن المسجد، ودي مشكلة كبيرة يا إخواننا. مع الكرم والخير ده والعمل الطيب ده، البرنامج ده توجوه بشنو؟ بانكم انتم تحافظوا على الصلاه في جماعه في المساجد، اما تمشوا تفطروا جنب المسجد، واما كمان الواحد ياكل ما تيسر ان شاء الله، يحلل صيامه ده وياكل، والاذان اذن او الصلاه خلاص غموا يمشي طوالي يصلي في المسجد في الجامع. لكن ما يجوز يجي يقول والله نصلي هنا برانا. طيب اذا انا وانت صلينا هنا قبلنا، المسجد اللي يعمر منه هتعطل شعيره عظيمه. وما في دليل يقول انه اذا صليتوا او اكلتوا في الضرة وفطرتوا في الضرة صلوا قبلكم، ما لقينا. صلوا في رحالكم دي في المحل ده ما لقينا. فمن هنا يا اخواننا، زي ما انكم يعني من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، كمان حافظوا على شنو؟ حافظوا على الصلاة حتى تلقوا الاجر العظيم. تنبيه بسيط، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من المحافظين على الصلاة، وان يجعلنا من اهل الخير وأهل البركة، وأن يعنا على الصيام والقيام.